تعالي لو خلص الفول انا مش مسؤول. عايزه اقولك بنص كيلو من الفول هتعملي سحور 15 يوم، يعني نص كيلو من الفول هيعمل معاكي 15 كيس للسحور. وانتي بقى حسب الكميه اللي انتي بتعمليها ست الكل. وتعالى اوريكي طالع زبده وكهرمان عامل ازاي. ما خدش ساعه ونص على البوتاجاز وطلع بالحلاوه دي، شايفين؟ بصوا زبده. يلا بينا بقى اقول لكم انا عملته ازاي. وبصوا الكميه عبيتها 15 كيس زي ما بقولك بالشكل ده، شايفين؟ يلا بينا بقى يا حبايبي اقول لكم انا عملت الفول ده ازاي. اول حاجه كده تجيبي الفوله العريضه اللي انت شايفاها دي. بصوا انا بطلعها كده. جيبي نص كيلو زي ما انت شايفين كده وحطيته في البوله دي. وكمان انا معايا 8 كيلو من الحمص الشام، ومعايا كمان 8 كيلو من ايه، من الفول المدشوش. لا مش هنحط الكميه دي كلها، انتوا هتتفرجوا كمان على وصفتين معانا في الفيديو ده. يعني هنعمل 3 وصفات من الكميه اللي انتوا شايفينها. نقيت الفول بتاعي ونقيت الحمص ونقيت الفول المدشوش، وهحط عليهم بقى ميه دافيه واسيبهم بقى من بالليل للصبح، واقوم اعمل وصفتي زي ما انتوا شايفين كده. بقول لكم انا نقيتهم وبالشكل ده كده. نقعت بقى ايه، الفول والحمص والفول المدشوش. يلا بينا اقول لكم بقى بعد كده عملت ايه. جبت الدماسه المعتاده بتاعتي اللي انتوا شايفينها الاثريه دي، وانزل بقى بالفول كده. شطفته طبعا كويس بعد ميه النقع، وانزل بكل الفول زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. شايفين انتوا بقى حجم الفول كان متضاعف ازاي لما نقعتيه. وهاخد بقى معلقتين زي ما انتوا شايفين من الفول المدشوش ومعلقتين من الحمص. ما انا قلت لكم ان انا هعمل منهم وصفتين احلى من بعض. بصوا بقى يا حبايبي، خلاص كده معايا كمان 8 كيلو من العدس الاصفر، غسلته وحطيته. يبقى العدس الاصفر هحط 8 كيلو. ومعايا كمان بقى فصين توم. بصوا انا بهز بس كده ما تقلبيش. وفصين توم وليمونتين هحطهم زي ما انتوا شايفين، والليمون هحطه زي ما هو كده، ما تقطعهوش. وقطعه جزر مبشوره عندي وميه ساقعه. واملى بقى الايه الدماسه دي، واسيب بس حاجه بسيطه كده حوالي عن قرتين او 3. وبعد ساعه ما سبته على النار غلي غلوتين وهدي بقى عامل كده، شايفين؟ بعد ساعه بالظبط من ايه، من حطه على النار. شايفين طالع عامل ازاي الجمال ده؟ عايزه اوريكي بقى داخل في السوا كده. هروح تاني منزلاه في الدماسه. وتعالوا نزود عليه بقى، لما تحبي تزودي عليه ميه سخنه، ميه بتغلي من الكتل بتاعك زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. وهدي عليه. وبعد ساعه ونص تعالي بقى كلي معانا شويه فول كده حلوين. انا بس هنزل لكم كده الوصفه، انا بحبه بقى مهروس زي ما انتوا شايفين. انا كنت جبت بوله واسعه فما كفتش الكميه، اللهم بارك. فاروح بقى جايبه صينيه كده عشان ايه، عايزه اهرس كل الفول بتاعنا ده بالهاند بلندر. شايفين انتوا جماله عامل ازاي؟ زي ما وريتكم في الاول طالع زبده كهرمان ولونه تحفه. بصوا بقى حبايبي بالشكل ده كده. هفضيه، ده كان اللي باقي من الدماسه. هفضيه بقى واشيل بقى الليمون كده زي ما انتوا شايفين. يعني اللي باين معايا هو اتهرى في قلب الايه، في قلب الدماسه. وافرم بقى الايه الفول بتاعك ده يا ست. كل حبه تسيبيه حب كده وتبقي تهرسيه ساعه الفطار سيبيه. ده اذواق. انا بحب كده اهرسه عشان القشره تبقى سهله في ايه، في الهضم. وخلصت بقى كده. عايزه بقى تعالوا نعبي زي ما قلت لكم 15 كيس لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. عايزه اقول لكم الحبه اللي انا هعبيهم في اول كيس ده بيجوا كده ب6 جنيه ب7 جنيه دلوقتي. بصوا عايزه تجيبي بقى كوبايه وتحطي فيها كيس وتلميهم كده بالشكل ده، لميهم. عايزه بقى تعبي زي ما تيتا بتعبي كده، بتروح واخده ايه بايديها الكيس كده وراح معبيه زي ما بقول لكم كده ب5 جنيه ب7 جنيه الحبه دول. وكده بقى انت وفرتي في رمضان. وكل سنه وانتم طيبين وايه، وجهزتي لسحور رمضان. ولو ما تنسوش بقى تيتا بلايك ومتابعه. ولو عجبكم الفيديو شيروه او احفظوه عندكم لرمضان. وعايزه اقول لكم كمان من بواقي الفول المدشوش وبواقي الحمص عملنا احلى بصاره زي ما انتم شايفين. وعملنا كمان حمص الشام. واشوفكم على خير.